بس انا برضو لازم اقف هنا عند سقراط. الكاركتر نفسه بتاع سقراط كان جبار. الروح، لا. انا عايزه اعرف انت لبست الروح دي ازاي. الكاركتر ده اتألف له، لانه اللي حصل ان في الوقت ده يمكن عشان انت شكلك ما هي دي decent كانت قوي. كارثه، دي كانت مشكله. هو كان المفروض ان دول شويه اطفال كلهم اوباش. مين المخرج؟ حسام الدين مصطفى. اه وبعدين كان عندهم مشكله، انا في الوقت ده كان اسمي منور قوي، لا، هم انت من ساعه عايزين ما دخلت واسمك هم عايزين احمد فرقع. عقل في الفيلم. طب احمد عقل شكله مش لايق على الفيلم خالص. خالص. ايه اللي بقصه عينين خضراء وهيطلع وهيطلع هيطلع من الاوباش؟ فقرروا ان هم يخلقوا له كاركتر. بس ما هو احنا هنرجع نقول ان كل الولاد دي مسروقه. ماشي أوه. بس هو تخيلوا ايه بقى، قال لك ما هو ممكن يكون اتخطف على كبر شويه عشان كده بقى عنده فيبقى مرجعيه. مثقف، يبقى بيعرف يقرا، فقمنا مركبين عليها النضاره بالهدوم المقطعه، فبقت التركيبه دي، فبقى ينفع بقصه وعينين خضراء. ماشي، بس الروح بقى، الروح ان انت تنقل لي انا كمشاهد وانت في السن ده ان انت حد فعلا مسروق على كبر، عندك مرجعيه ثقافه وتعليم وي وي وي، انها توصلني دي كانت صعبه جدا. انت لبستها ازاي؟ يعني انا لبست الروح دي والشخصيه دي ازاي؟ بص، ما انا بقول لك احنا برضو كنا محظوظين بالتوليفه، مخرجين. احنا كنا في وسط صناع سينما بجد.